وصلي وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبنا في كل مكان؟ يا رب تكونوا بخير. انا جايه اعمل معاكم النهارده اول حاجه رمضان كريم عليكم. انا جايه النهارده اعمل معاكم المسقعه بطريقه سهله جدا. بصوا، دولت بس هو ده اللي هعمله، ودولت زبيب. انا بحب احط في المسقعه زبيب، ومعايا اللحمه المفرومه. بس اللحمه المفرومه هتقولي لي يا حبيبه كل دي على دول؟ هقولك لا، انا اللحمه المفرومه هستخدمها في حاجات تانية، فده لسه كمان هعصج لحمه تانية في حاجات تانية. وما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان كل جديد انا بعمله. فيلا بينا هنعمل المسقعه. انا جايبه، بصوا يا دوبك هما البتنجانتين دول مع شويه زبيب. انا نقعهم في شويه ميه. عفوا، لازم الزبيب يتنقع يا جماعه في شويه ميه. وهنعصج اللحمه بتاعتنا، وانتوا عارفين يعني ايه تعصيج. هبدا اقطع البتنجان ويلا بينا. رجعنا تاني يا جماعه، نبدا نقطع البتنجان بتاعنا. هو اساسا المسقعه بتنجان، بس انا كمان معايا فلفل بس مش كوكي، فانا برضك هستخدم فلفل برضك معاها. ده فلفل اهو، هوريهولكوا. فلفل مش حامي، هبدا برضك استخدم كمان معاها فلفل اهو. هحط برضك في وسط البتنجان مع البتنجان وكده. هبدا بقى بسم الله الرحمن الرحيم اقطع البتنجان بتاعي زي ما انتم شايفين كده قدامكم، وهسيبه في شويه ملح اهوت. انا مش هقطع حته كبيره من السواد ده، لان الاسود ده على فكره مفيد. هما في المطاعم كده بيسيبوا حته عشان برضك الافاده منها. حلو قوي كده. ونبدا اهو. بس البتنجانه بسم الله ما شاء الله مش مبذره من جوه، اللي فيها بذر كتير دي هي بتشرب زيت كتير اهو. نقطع معاكم دي، والتانية هبقى اقطعها لوحدي اهوت. البتنجان بتاعي انا بحب اقطعه كده. بصوا زي ما انتم شايفين كده قدامكم البتنجانية عامله ازاي. وجنبي طبعا المصفى بتاعتي احط فيها، عشان احط عليهم شويه ملح واسيبهم شويه عشان ما يشربش زيت اهوت. انا هعمل يا دوبك يعني على قد نفرين، لان يعني عندي انا مش كله بياكلها اهي. البتنجانه التانية اهي زي ما انتم شايفين كده قدامكم اهوت. وبرضك الفلفل دوت هقطعه، كل ده في الزيت وهقليه. بس اطلع البذر بس منه. كل ده هحطه مع بعض كده. بصوا مفيش بذر، لازم تشيل البذر عشان ما يفرقعش فيكي وتقليه اهو. مش مبذر يعني مفيهوش بذر. طبعا انا هكمل بقى تقطيع كل ده، وهحط شويه ملح، وهنقع البتنجان بتاعي اهو زي ما انتم شايفين كده قدامكم. استنوني. طبعا احنا جينا دلوقتي في مرحله تعصيج اللحمه. حطينا بصل، حطينا زيت، وقطعنا اهو البصل. طبعا الكميه بتاعت البصل دي عشان انا هعمل عصاك بزياده، عشان انا محتاجه في حاجات تانية عصاك اهو. بس البصل بتاعي يتحمر، وبعد ما يتحمر ابدا احط اللحمه المفرومه بتاعتي اهو زي ما شايفين كده قدامكم. يضمر بس او يدبل اللحمه المفرومه بتاعتي، وبعد كده اظبط العصاك بتاعي. شايفين كده بدات حطيت اللحمه بتاعتي مع البصل اهو، وهشوح اللحمه بتاعتي. طبعا الكميه دي
مش هو كل اللي انا هاخده، انا هاخد جزء منها والباقي هعمل بيه وصفات تانية اهو. أنا بس عشان الكاميرا فعايزة اقلب، الكاميرا هتميل شوية اهو. انا بالمرة قلت ايه يعني اعصج مرة واحدة اهو. طبعا هبدأ احط بقى الملح بتاعي وحطه كلها، هبدأ املح بقى العصاج بتاعي. وطبعا عاملة حسابك ان انتي لسه في طماطم وفي بتنجان هينزل عليه، فما تعصج ما تملحوش قوي. عشان ما يحدقش مني. شوف الفلفل الاسمر بتاعي جميل اهو، وسنة جوز الطيب. جوز الطيب بتدي طعم حلو قوي للحمه. حباها حباها، مش حباها الناس ما بتحبهاش يعني بتمرر الاكل، بس انت لو حطيتي كميه قليله مش هتمرر لك الاكل. وشويه بهارات. طبعا جينا لمرحله القلي البتنجان، ما تتريقوش على الطاسه. اي بيت فيه الطاسه ديت بتاعت اللي هي بتتحرق في البيت. وطبعا العصاج بتاعي اهو انتم شايفين كده قدامكم، ما نشفتهوش عشان خاطر لسه هيخش وهستخدمه في حاجات تانية، فما يبقاش العصاج من جوه الحاجه ناشف. وطبعا بقلي البتنجان، انا كده في مرحله قلي البتنجان. احنا عملنا العصاج وقطعنا البتنجان سوا وادي هنقليه، وبعد ما هنقليه هنبدا نعمل الصلصه عشان نبدا نحط حاجه المسقعه. الطريقه دي حلوه قوي بجد، جربوها. وما تنسونيش بقى طالما وصلتي المرحله دي يا ريت ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. خلاص انا دلوقتي هقلي البتنجان. مش هنشفه، مش هو قلي لمجرد ان انا هاكله، لا هديله زي قليه، نص قليه كده، بحيث ان انا بردك لما يتحط ما يتهرش مني. انت فاهمه؟ لان بردك في تركيات كده في المسقعه لازم تعمليها. في ناس بقى بتعمل المسقعه اللي هي بتبقى بتاع ديت فلفل وبتنجان وطماطم. دي بردك حلوه على فكره. احنا يعني ما بنمرضش على نعمه ربنا اهو. بس طالما في لحمه مفرومه ممكن اخد حبه، يعني مش هاخد كتير، انا هاخد حبه. وطبعا عندك زبيب عندك، ما عندكيش خلاص انت حره، بتحبيه او ما بتحبوش. انا بقى من عشاق الزبيب. طبعا انا كده هقلب البتنجان بتاعي في الطاسه المحروقه بتاعتي، اللي انا عارفه ان كميه ناس هتتريق عليها، بس انا خلاص انا مش غاويه ان انا اصطنع. انا هتعامل معاكم معامله الست البيت العاديه خالص. اكيد يعني عند ماما، عند تيتا، عند اي حد هتلاقي الطاسه ديت بالطبيعي. يعني احنا بنجيب كميه طاسات وبتتحرق مع الزيت، ومهما ما بتغسليها على فكره مفيش فايده. اهو انا هطلع بقى البتنجان بتاعي بس يكمل حمرانه وهرجع لكم تاني، استنوا. انا تاني يا جماعه زي ما انتم شايفين كده قدامكم، جبت الطبق الفايركس بتاعي اللي على قدي يا دوبك، انا مش عايزه كتير بامانه. فهنبدا، وادي البتنجان بتاعي والفلفل بتاعي قليتهم زي ما انتم شايفين كده قدامكم. انا مش مكتره فلفل، عايزه تكتري كتري. ومعايا الزبيب بتاعي صفيته، ومعايا اللحمه المفرومه بتاعتي خدت اللي على قد اللي يا دوبك السائل بتاعه لو عايزه ازود. خلاص هنبدا نرصه. طبعا على النار انا عامله صلصه الطماطم. صلصه الطماطم عباره عن توم حمرته، بعد ما حمرته ضربت الطماطم وحطيته عليه، وحطيت ملح وفلفل اسمر، وبس على كده. ما حطيتش حاجه تانية لان انا مش محتاجه بهارات اكتر من كده، لان اللحمه شايله بهارات والطماطم، فمش محتاجه قوي. خلاص هنبدا نرص الصينيه بتاعتي. انت بقى رصيها عشوائي زي ما ترصيها يعني مش محتاجه يعني ايه الرص مش محتاج علام يعني اهوت. انا برصها كده عشوائي، يعني حاولت ان انا اجيب اصغر حاجه عندي ان انا احطها واعمل فيها. طبعا ايدينا نضيفه ومغسوله، عشان كده انا بستخدم ايديا. بسم الله.
سموا باستمرار يا جماعة، لما بتسموا ربنا بيبارك في الحاجة. بحاول ان انا ايه يعني اظبط الدنيا مش اكتر. اهوت حلو اوي كده، هو كله كده 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 كله هيبقى على بعضه، بس انا يعني ايه بحط يعني على قد ما انا ايه عايزة مش اكتر. وهبدأ احط اللحمة المفرومة بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعملي حساب ان انتي لسه هتقفلي بيها. انا يا دوبك هي اللحمة المفرومة دي يا دوبك قوي، مش محتاجة اكتر من كده، لان انا ايه يا دوبك هو على قد الفايركس ده، على قد نفرين يا جماعة، نفرين بس. اهوت هنبدأ نحط الزبيب بتاعنا. انا حابة زبيب بطريقة فوق ما تتخيلوها يعني، عايزة تحطي اقل حطي يعني، مالكيش دعوة بيا، انا بحب الزبيب. اهوت هي بتبقى يا يعني مش من حادقة ولا مسكرة، بتبقى الاتنين، بتدي طعم حلو وتست حلو قوي يا جماعة. اهوت هبدأ احط فلفل اهو برضك عشوائي، لو عندك كوبي حطي كوبي. بصوا بقى في الاخر بتبقى التست بتاعها حلو قوي. وفي ناس على فكره بتحط قراصية مش مشيه، بس انا مش عايزه قراصية ولا مش مشيه. وهبدا بقى احط طبقه البتنجان بتاعتي، وطبعا الصلصه بتاعتي على النار اهيت. بسم الله. هي كل حاجه مستويه فيها على فكره، والصلصه بتاعتي مستويه، هي حرفيا بس ان هي مجرد تاخد ايه غلوه في الفرن وتاخد وش مش اكتر. ما تقوليش البتنجان مقطعه صغير، لا انا عايزه كده. التقطيعات انت حره بقى فيها، دي حاجه ترجع لك. اهيت. طبعا ده لازم تستخدمي ايدك فيها يعني. كده قلت لك ما تحدقهاش عشان لسه هنحط الصلصه كمان. هبدا اجيب الصلصه بتاعتي اهي، الصلصه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده قدامكم. هبدا احط الصلصه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى دوقوا المسقعه دي، وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات بردك ايه رايكم. اهوت بصوا يا دوبك انا عامله كمان كل حاجه على القد. وادي المسقعه بتاعتي هحطها في الفرن اهيت. ايه كده الحلحها اهيت. ادي المسقعه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده قدامكم. هي هتاخد غلوه، وبعد ما تاخد غلوه هتاخد وش، هتبقى حلوه قوي، وهتبقى فيها التركات الجميله بتاعتها اللي انا بقول لكم عليها. هحطها في الفرن وهرجع لكم تاني، استنوني.